واخيرا انا جاتلي هديه عيد الام. بقالي سنين انا اللي بجيب لمامتي، بس اخيرا السنه دي جوجو وباباها افتكروني وجابولي هديه. انا من فتره كان نفسي اجيب الساندوتش ميكر والمضرب بالعجان بتاع فلامينجو، وزي ما فرحوني بقى كده قررت انا كمان افرحهم واعمل لهم حاجه حلوه، وبالمره نجرب الحاجات اللي جابوها. اول حاجه جبت التوست وحمصته في الساندوتش ميكر، واول ما ببدا بيبقى فيه مؤشر احمر، واول ما التوست يتحمص بينور كده مؤشر اخضر. والفكره بقى ان التوست اتحمص في دقيقه واحده بالظبط، ما كنتش متخيله ان هيبقى سريع كده. رصيت بقى التوست المتحمص بتاعي في الصينيه، وجبت بقى نص لتر لبن وفضيت عليه باكيت كريم كراميل وسخنته، وانزل بقى فوق التوست المتحمص. ومهم قوي ان التوست يتحمص كويس علشان ما يبوش اول ما انزل عليه بالكريم كراميل السخن. وهدخلهم بقى التلاجة على ما اجهز الكريمه. وهجيب بقى المضرب بتاع فلامينجو، هو بيجي معاه سلاحين، سلاح للعجن وسلاح للخفق. كمان لقيت ان الارجل بتاعته مطاطيه كده، اول ما بحطها على اي حاجه الجهاز بيفضل ثابت ما بيتحركش. ودي بقى الحله اللي بتيجي معاه 4 لتر، فضيت فيها كيس الكريم شانتيه وعليهم اللبن الساقع وضربتهم بالمضرب. والمضرب بقى طلع فيه 5 سرعات، ففي دقيقه الكريم شانتيه كان جاهز. انا كنت متاكده ان اجهزه فلامينجو هتبقى ممتازه. انا بصراحه بحب قوي المنتجات المصريه اللي زي كده، اللي بتبقى جودتها عاليه وفي نفس الوقت سعرها حلو قوي. ده غير كمان ان انا عارفه ان هم جابوا الحاجات دي في عروض عيد الام بتاعت فلامينجو. وعملت لهم بقى اسرع حاجه حلوه، طبقات الكريم كراميل والتوست والكريم شانتيه وهم بيتاكلوا ساقعين كده، حاجه خطيره.